استاذ نصير حياك الله. سيد الدليمي، اكو نقطة جدا مهمة. هسه اللي يحط راسه براس الاطار، اللي يحط راسه براس الحاكمية الشيعية ويرشح نفسه بقوة، شلون يجي السيد الحلبوسي هم يقدر يحط راسه براس السيد المالكي؟ ووصلت المرحلة يا اما انت موجود المالكي كرئيس وزراء، يا اما انا ما اكون موجود. هذا التحدي للمالكي حاسبه السيد الحلبوسي لو هو أيضا يناغم الحاكمية الشيعية في هذه الجزئية. تحية لك أستاذ نصير والضيف الكريم ولسامراء ومشاهدين سامراء وإلى أهلنا العراقيين، مساء الخير عليكم. حياك الله. دعني أبدأ بنظرية الاستخلاف. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. أي راد لها صلوات؟ لا، صلوات من عندكم انتم الإسلاميين. شتى شنو اسلامي؟ اقصد الفكر الاسلامي. لا اقصد صلوات اسلاميه. كنا اسلاميه. انا وديت بمحاضره. اللهم صل على سيدنا محمد. احسنت. هو هذا. بعد 2003 الحاكميه الشيعيه الاسلاميه في كل الاحترام لهذا التوجه، ولكن اين هم من نظريه الاستخلاف؟ واريد اجابه من الضيف. تمام لو لا؟ مو مسلمين؟ مو نص قراني؟ ماذا انتجتم للمجتمع العراقي عندما ولاكم الله علينا؟ أنا أعرف ماذا أنتجتم. هاي أنا وجهة نظري. أنتجتم أفكار بالية، مع احترامي. الفكر، أتحدث عن الفكر السياسي ليس الفكر الشخصي. أنتجتم إنسان جاهل، وأنتجتم عمران متهالك، وسرقت المنظومة ومقدرات الدولة العراقية. هاي كلها تتحملها الحاكمية الشيعية؟ أنا هيك أقرأ الساحة. لعد يصير ليش الآخرين شركاء وياها؟ تمام، أحسنت. سؤال في الصميم. الآخرين يتعاملون الأخ الأصغر والأخ الوسطاني، وعلى الأخ الأكبر الذي أخذ الورثية وحط الورث كله بحضنه، تمام، هو يتحمل. يا بعم انطينا سهمنا، لا بكيفي على مزاجي، لازم بكيفي. عمي جيب لنا حاكم خلي يقسم الورث صح. وهذه ليس تقسيم، أقصد السلطة، توازنات السلطة، وليس على أن العراق هو غنيمة. لا، الحاكمية الشيعية جاءت بعقلية الثار، وهذا خطأ جدا أن ينزل هذا النفس إلى المجتمع. خطأ جدا أن تنزل عقلية الثأرات من الحاكمية الشيعية، من الأحزاب الإسلامية إلى الجمهور، وبالتالي أنتجت الطائفية وأنتجنا الاحتراب، وعانينا ما عانينا 23 سنة وإلى الآن. يوميا انسداد سياسي، يوميا خلق أزمة، يوميا بطالة، يوميا مرض، يوميا ميزانية ماكو، يوميا مسوين جسر وواقع. ليش؟ شو أستاذ نصير إذا تسمح لي عذرا سيد الدليمي، شو هسه طلع صوتكم؟ صار 23 سنة ما طلع صوتكم، تاكلون تشربون وتقاسمون الوزارات ويا الشيعة ويا الأكراد، ما حكيتوا. شو هسه طلع صوتكم؟ بالنسبة لي أتحدث كمستقل وأتحدث عما يراه نصير. أما الذي يقنع بوزارة أو وزارتين أو يقنع له بكوميشن أو يتخادم على حساب مصلحته الشخصية، تمام؟ لا بالعكس، أرد لك، كانوا السنة بالبداية معارضين، وتعرف أنت تفاصيل الأبجديات طيب. بالحكم. لكن أعيد التوازن وقلنا يابا عفى الله عما سلف وماكو مشكلة وأخوة وخلينا نبني العراق بعد 2014. وبالتالي صار تخادم وصار تعاون من جماعة ما بعد الدورة، ما بعد 2018، اللي هم الجيل الثاني من السياسيين اللي أفكارهم شبابية، وسووا مشروع تقدم وبلشوا وياكم على البناء وعلى التشاركية. وخير حليف كان لكم. ليش تروح الأمور هذا الباور مطي